اسمها معاني الاحترام والتقدير. نتوجه بالشكر للجسم الصحفي بكل أعضائه صحفيين وصحفيات اللي لبوا النداء وشاركونا هذه الندوة الصحفية اللي جينا فيها باش نعرفوا الجمعيات المشاركة في هذا المهرجان والمساهمة، وباش نعرفوا بالبرنامج ديال المهرجان اللي غادي يبدا من 14 حتى 16 دجنبر 2023. كاين واحد الشراكه اللي دات ما بين الجمعيه ديالنا والجمعيه ديال الحاج محمد ولا فاطمه، على اساس اننا بغينا نديروا واحد المهرجان يكون متكامل، كل واحد غادي يعطي داكشي اللي عنده. والحمد لله انه حنا كنمثلوا، انا بصفتي كرئيس الجمعيه الوطنيه للتنميه والتعاون والتضامن، والسي محمد هو رئيس جمعيه الشيخ محمد دلال السيكا، ولا فاطمه رئيسه جمعيه لبابه. اذا حاولنا اننا نشكلوا واحد الفريق متكامل اللي غادي يكون فيه اللي مكلف بالشق الثقافي واللي مكلف بالشق يعني التنظيمي، وكاين اللي مكلف بالشق اللي يتعلق يعني بالفني، انه كاين فرق غيجيو ان شاء الله في الملحون في الطرب الاندلسي من مدن اخرى اللي غادي تشارك معنا. من طبيعه الحال غتكون الفرقه ديال الجمعيه ديال الشيخ محمد دلال السيكا. عاد كاينين شعراء اللي غادي يكفونا وهما اللي تينتميو لجمعيه لبابه. اذا غادي يكون واحد العمل متكامل. بالنسبه لنا حنا حاولنا اننا نسهروا على التنظيم باش يدوز في احسن حله، وكبدايه كما قال الدكتور اننا اول حاجه درنا هي نديروا واحد ندوه صحفيه اللي باش نعرفوا على المهرجان ونستغلوا هذا المنبر باش نعرضوا على المراكشيين يجيو يحضروا، المراكشيات باش يجيو يحضروا لهذا المهرجان. ولما لا لنا وجينا كاين الخميس والجمعه والسبت، بغينا حتى من خارج مدينه مراكش تنقولوا لكل شيء مرحبا بكم، وبغينا المهرجان انه يدوز في احسن حله ويعجب الجميع. وبطبيعه الحال بالنسبه لهذه النسخه هذه النسخه الثالثه من المهرجان. كان كما قال دابا سيد الرئيس، قال كاين داز في 2019 وداز في 2021 وحنا دابا في 2021 22 ودايز دابا. الحمد لله كنت ديك الساعه كنتعاون مع الجمعيه من باب كنائب عمده، يعني كممثل المجلس الجماعي كنت نقدم العون لهذه الجمعيه. عجبني النشاط اللي دوزات، عجبني الطريقه باش تم النشاط. دابا جيت باش ندخل كشريك في هذا النشاط ولكن كفاعل جمعوي، لانه تنحترم فعاليات المجتمع المدني وتنقدرهم، لانه الاعمال اللي كنشوفوها لا الفنيه والثقافيه ولا الاجتماعيه ولا الصحيه ولا حتى الرياضيه ديما تتكون ناجحه ملي تيكونوا تيخدموا فيها فعاليات المجتمع المدني. اذا تيشرفني اني نكون كفاعل جمعوي اليوم معكم، وتيشرفني اني ندخل في شراكه مع جوج جمعيات اللي تنكلهم كل احترام والتقدير. الحمد لله انه داز النشاط اللي كنا خلنا فيه في يعني 2021 22 داز مزيان، ولكن اليوم بغينا يدوز احسن. ولكن بطبيعه الحال هذا الشيء ما يمكنش ينجح الا بالتواجد ديالكم معنا وبالتواجد ديال الفاعلين الجمعويين اللي كاينين معنا في الجمعيه. الحمد لله كاين بالنسبه للجان اللي سهره دابا على هذا النشاط، كاين وصلنا 9 اللجان، انه كاينين اطر ديال الجمعيه وهما من خيره فعاليات المجتمع المدني اللي كاينين معايا في الجمعيه الوطنيه للتنميه والتعاون والتضامن. وراه يعني كاينين الناس اللي عاوتاني مع في الجمعيه ديال الحاج حسيكا، وكاين الناس اللي كاينين مع لا فاطمه في جمعيه لبابه. اذا شكلنا واحد الفريق اللي كل واحد تعطاه الدور ديالو. البرنامج ديال المهرجان
غادي يبدا ابتداء من يوم الخميس اللي هو 14 دجنبر 2023. غادي تكون الانطلاقه من قاعه الافراح في مركب باب الخميس، المركب الرياضي، مع 5:30 مساء. غادي غيكون الافتتاح ديال المهرجان بآيات من الذكر الحكيم، وغادي نترحموا اولا على الارواح ديال ضحايا الزلزال، وفي نفس الوقت غادي ديك الساعه نبداو البرنامج ديالنا اللي غيكونوا اجواء. غيكون الجوق ديال مدينه مراكش، الجوق ديال الجمعيه هو الاول غادي نبداو به، وغادي يكونوا يعني وقفات شعريه مع شعراء كبار اللي تينتميو لجمعيه البابا. في نفس الوقت غادي يعني يكمل هذا البرنامج ديال الخميس. غادي ننتقلوا ليوم الجمعه اللي فيه الصباح ان شاء الله غتكون واحد الندوه فكريه مع 10 الصباح، غادي ترأسها الدكتور منى علي، هو اللي غادي ترأس هذه الندوه الفكريه. فغنعرفوا بالملحون ويعني والفرق والجمعيه، ويعني غادي نعطيو واحد الاهميه لهذا الفن، لانه خاص هذا الفن راه فن تاريخي وفن مغربي اللي ما خصوش يتنسى، وخصنا ننقلوه لولادنا باش يعرفوه، لانه هذا الفن العريق عطى بزاف. والحمد لله اننا اليوم تنشوفوا بانه اليونسكو انه راه وافقت انه باش الفن المنحوت بالنسبه للمغرب اللي قدم واحد المقترح وافقت عليه.